إخوتي، آسف، هذا أصبحت مثل خطبة بالنبات، يطلعها ويخرج هذا القصص هذا، لأن في أعرف أنا قصص الخطباء مثل هذا، وإني ما زودت عليكم. أنا أخبركم بشيء. رجل لا زال حي يرزق الآن يخبرنا بشيء، يقول: غاب الخطيب في قريتنا فكلفوني. الخطيب سافر يحج، أول مرة أخطب، قال: فأتيت بخطبة فكتبتها بالقلم الحبر، وثار الثوب كان غرقان، لأن يقول ما نشف الثوب، يعني غسلت يوم الجمعة، فوضعت الأوراق فمسح الحبر كله، ولا أعرف أقول كلمة. يقول: والله ما أقدر، أنا ما ارتجل. قال: فلما قمت على المنبر قلت: السلام عليكم، ثم خرجت الأوراق، وإذا هي طلساء ملساء، الحبر كله مغطى. قال: قلت الحمد لله. وأما بعد، لأن الخطبة عن الحج، يقول: ما أعرف ماذا أقول. قال: وفات وقتي. قال: وذهب عقلي وخدت ارتعد. قلت: فيجب على الحاج إذا وصل الميقات أن يحلق لحيته. موجود. وقال: وضحك بعض المصلين. وأنا أخبركم عن شيخ فاضل من مشايخنا غفر الله له، الشيخ مداوي بن علي بن جابر، كان رئيس الدعوة في أبها. أنا أقول اسمه لأن أبناء فضلاء يسمعوني، من 10 من أبنائه دكاترة ومشايخ. يخبرنا بقصة له. يقول: أول ما خطبت في الرياض، تعرف المراوح دوبها جت، قال: فأخذت أوراق صغيرة وجمعتها وقمت. قال: أول مرة أخطب فانتفض. قال: وجيت بلخ مثل ورقتي هذه الليلة. قال: فقام واحد من المصلين في الحر شغل المروحة فجأة، فأخذت الأوراق من يدي المروحة، وذهبت الأوراق على رؤوس الناس، وقعت ورقة على رأس المؤذن. أثر المؤذن نايم، يعني نايم من تأثير الخطبة، متأثر ما شاء الله من الخطبة. قال: فدقوا المؤذن اللي بجنبه علشان يرد الورقة، فقام المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد، في نفس الخطبة. وقعت للشيخ مداوي بن علي الجابر غفور وإني ما زودت عليكم. هذا من بركة يعني الخطابة ما شاء الله. وأنا أحفظ في ذلك كثير، لكني ما ودي أن أسير الخطبة، لأن أنا فتح علي في النكتة. الحمد لله، زادنا الله وإياكم توفيقا.